بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مشاهدي قناتنا الكرام، أنا طبعا أشكر كل اللي علقوا، اللي أبدوا آرائهم. والله أنا أتونس بيها، يعني أحس إنه أكو يعني ناس تريد تنتج فد شيء، تريد تشتغل، تريد تتعلم. يعني هذا احنا اليوم أو قبل تقريبا 3 أيام 4 كملنا هذا، قلت لكم المكان مال الدجاج خلصناه. هاي خلينا له بابين، وهاي بابيش من هنا وشبابيش بالصفاح، وهاي بابين هنا، وهاي منا قدام شباكين. الجو اليوم طبعا غيم، هذا تشوفونه غيم، يا سبحان الله، يعني في شيء حلو. اليوم وحدة من السدرات بدأت تدرز من جديد، إن شاء الله البقية يتبعنها. هذا تشوفون اليوم احنا والله اشتغلنا، هذا المكان اشتغلناه، هذا تشوفونه. هذا اللي قلت لكم نريده حديقة، اي داخل لهم فشي يعني من بعيد. هذا هو خلينا بالبلوك. هذا طبعا هو شنو، هاي من تمطر الماي، المالح غيره، السيل اللي يصير هنا كله يجي وين، ينزل هنا. فلقينا افضل شيء بدل ما ندفنها، وهم نفس الشيء اذا دفناها بتراب او غيره راح ينزل عليها. هسه حصرناه هذا بالبلوك، وانا ما اعرف يعني انه يمكن 30 بلوكه او 40، يعني بهالحدود 30 اعتقد، والله 30 35 بلوكه. كملنا هذه هناك. احنا ذاك بالطرف راح يصير رباط يمشي على طول هذيك. هاي هنا لانه راح نرجع هذا المكان مالنا والباب مالنا نرجعه حوالي نص متر عن الرصيف، حتى يصير مجال للسيارات توقف مالتنا. هذا هسه صار فد منظر جميل، يعني حلو. اليوم تقريبا هسه صارت شويه الوقت يتاخر علينا. هذا بقى المكان منا. هذا اذا نجي، اذا ما مطرت اليوم نجي باكر نكمل. هذا بعد احنا ما سوينا شيء اليوم، ما زقينا لان احتمال تمطر الدنيا. هذا السدر شويه اللي متاثر بالبدره، هاي البرد اللي راح، فعفناه على حطته، ما زقينا اليوم. هاي البمبة ايضا ذات اوراق، وضعها شنو، هاي الواح استصلحناها كملناها، واعتقد يعني يمكن جت احنا دخلنا بيها فترة. هذا كمل، هذا اللوح ما عليه شيء بعد، انترس اسماد وشغلات وحلو. يعني هو كان بعض الفسائل النخيل خلينا لها. هاي تشوفون هاي قونية السوتلي، هذا هاي الزغار، وراح نخلي البقية. هذيك وحدة خلينا لها، هذيك وحدة، ذني الزغار الناعمات. اليوم الشعير يعني منظره حلو جميل. الخضار يعني الخضار جميل جميل، يعني والله سبحان الله سبحان الله، الخضار ايش قد جميل. يعني اللون الاخضر يعني يعطيك جمال الطبيعة. هذا هم واحد خلينا هذا شوي دفرناه. هاي نوع صدره، هاي بمبر هذه زينة، اشتريناها بتخريب. هذا شوية يتأخر عندي، بس أنا موقف عن الماي وقاعد أتابعه، ما عليه شيء. بس أنا يبقى عندي الشيء المهم هو هذا المكان مال الدجاج، يعني كملته. هذا أنا احتمال أسقفه بشيلمان أو من هذا الشنر، يعني الشخاط هذا، بس بشيلمان أفضل لأنه احتمال أحتاجه.
فد شيء آخر، بس هي الشيء مالها موجود اشتريه أنا، ظل بس أكمل الهياء. وعندي مشروع يعني هذا هو طبعا هاي الدجاج هذا كلهن هذا، يعني على ما أكمل أنا إن شاء الله منا للثاني أو الثاني تقريبا، يعني أفضل شيء نهاية الثاني الثالث راح أذب وجبة مال دجاج عرب، ويكون طعامهن هنا موجود. وهاي الحنطة أعتقد يعني يصير فد شيء عالي تهيأ هناك، مثل ما قلت لكم فيديو سابق، هناك تقريبا 12 متر راح أخلي على طول الشيش، أسوي لي رباط هناك بالركن، وأخلي محمية مال طيور يعني الوز. اخوان انا عندي ملاحظه للي يربي دجاج، يعني انت تربي دجاج وقاعد تنشر عن الدجاج، نريد منك انت المشاهد حتى ينعجب، حتى يعطيك لايك، حتى يتفاعل وياك ويشترك وياك، انطيه معلومه جديده، انطيه شو تريد تسوي. انت مو تجيب يوميا جايب دجاجه ومرجع ديك ودجاجك يتمرن. حبيبي الغالي، الدجاج ما ينحط عليه دجاج من السوق، احتمال دجاج مضروب يتمرض الدجاج مالك. خليك طور دجاجك انت من تحط لك 20 دجاجه تابع، ليش يوميا بايعهن؟ خليه يبيض عندك، استفاد من البيضه، انشر طبقه ب 10000 و 15000، شوف انت ليش من منطقتكم، وهيك يعني بيع منه، وطلع البيض وطلع ما يبيض وطلع شو تخليه حتى يبيض، وهكذا. حط لك فد مكان بصفه هم نفس الشيء، فد مكان حلو يعني زين. انت مطلع خشب مكسر وزعف مكسر وطين ومخلي نايلون مشقق ومخلي يعني فد مكان يقزز، لا مو هيك. هاي دجاجك هم خطيه، المطر ياثر عليه والبرد ياثر عليه، خليه بشكل نظامي. انا هسه من اريد ردت اسوي المشروع هذا مال الدجاج، تفضل هذا بديت بلوك، هو ما يخسر. شنو يعني بلوك؟ 1000 بلوكه 500,000 منقوض كامل. وهذه هذا تشوفون هذا البيبان، والله البيبان يمكن ب 10,000 الباب انا ماخذه، والشبابيك 7 يمكن من هذا الحديد اللي قاعد ينقلونه، هذا المستهلك هو كل شيء ما بيه. هسه انا منه وش راح اصبغه. شوف هذا المكان الواسع، هذا مكان ياخذ راحته الدجاج. تقدر هنا تخلي تبني يعني بهذا المكان، تقدر تخلي حاضنه، تقدر تخلي يعني تقدر تفصله، بس يبقى دجاجك محمي. هذا هسه انا راح اخلي له، شوف هسه هذا جام بي، وهذا اخلي له جام كله، هاي مفرغه اليه، وهذا شباك منه راح اخلي لي مبرده هنا حتى لو بس هواء. وبهالحاله هاي يعني دجاجك يكون محمي، مكان البيض ماله محمي. لا تجيب دجاج على الدجاج مالك، دجاجك انت تعبان عليه، ليش تجيب عليه دجاج بعدين تتمرض؟ الجوز مضروب هذا، تدري انت هذا اللي جاي يريد بس يبيع ويروح. اشوف هسه انا مخليها هاي 4 امتار، كل شيء اقدر اخلي بيها، كبيره يعني كبيره قد ما تتصور. هذا من هنا الى هنا، تفضل. ايش اريد اخلي بيها؟ خليه نوع واحد. جيب افراخ وكبرهن، جيب دجاج واشتغل بيض، جيب دجاج او ديوكه صغار وكبرهن وبيع. لا تجيب وحده يوميه جايب لك وحده على الدجاج مالك، ما يصير هذا. يعني انت هم يعني انت من حقك بكيفك، هذا الشيء يرجع لك، بس كنصيحه اقول لك لا تجيب دجاج على دجاجك، واذا تجيب عزله. واتمنى يعني فد المنظر يصير حلو، واكو والله قاعد اشوفهم يتعبون ويسوي له محميه حلوه، انت بحيث من تباوع عليها يعني تحس انه ممكن تحط لك كرسي وتقعد تباوع عليها ترتاح. واكو لا والله يعني مع الاسف يعني ما يعني يوم طير تشينكوات الهويه ويوم المطر
الدجاج ويوم الجريدي ماكل ويوم يعني اتمنى تعتنون به، لان هاي ثروه وتعب وجهد حلالك. اتمنى ما يضيع حلالك، لان انت تعبان ومو شغله. وبعدين اكو شغلات يعني هاي الاسماء، هذا عويد مسمي له ديك، وهذا هاي اشوفها زحمه، عويد وعيد ومدري شو اسمه يعني هاي يعني ما اعرف شلون يعني هاي مقرعه وهاي لا لا. انت خليك مربي مال دجاج. على كل حال شكرا جزيلا، واتمنى لكم التوفيق حبايبي الاعزاء.